كلنا عندنا شرابات مش محتاجينها او فيها قطع صغير او فيها فتحة كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه لو عندنا كمية شرابات زي ما هو موضح في الفيديو. نجيب مقص ونقص كده الجزء اللي عند الكعب والجزء اللي قدام، وبالمسطرة هنحدد علامات كده بعد كل سنتي. بعد كده نقص من عند العلامات دي بس ما نوصلش للاخر، نشيل بقى الجزء الاخير اللي فيه الاستيك، وبعد كده نوصل العلامات دي ببعض بس بالورب، بحيث ان احنا في الاخر نحصل على شريط، يبقى الشراب بتاعنا عبارة عن شريط طويل كده. كل الالوان اللي عندك بقى واي شرابات واي خامة. واضح كده ان الشراب ده كده يعني قطن او ليكرا، في شرابات بتكون صوف عادي مش هتقول لا. هي بقى هنا عملت الشراب الموف والشراب الازرق والرصاصي، احنا بقى هنعمل في كل الشرابات اللي عندنا بالطريقة دي. كده بقت عندنا شرايط. الشرايط دي بقى تعالوا نشوف هنعمل بيها ايه. هنجيب كده اي كرتونة تكون مستطيلة، يعني يكون مقاس مناسب، نحاول يكون المقاس يعني مقاس مشاية كده. بعد كده هنيجي على الحرف نسطر بالمسطرة ونحدد علامات بينهم مسافات متساوية، ونيجي بقى احنا حددناها بالقلم، نيجي بقى بالمقص ونقص العلامات دي زي ما هو موضح، ونجيب بقى الشرايط بتاعتنا ونوصلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تمام، بالعرض كده، والزيادة نقصها. بس كده عملنا المسافة كلها او عملنا الكرتونة كلها. هنيجي بقى بالعرض او بالبعد التاني نحط شريط ونخيط. بعد كده بقى ناخد غرزة فوق مرة تحت، مرة فوق مرة تحت، ونظبط الدنيا كده. ممكن نخلي الأطفال تساعدنا في حاجة زي كده، هتفرحوا قوي، لأن في الآخر بصراحة النتيجة مبهرة اهو. ونرجع تاني نكمل، ولو الشريط خلاص معاكي خيطي الشريط التاني فيه وكملي. لما توصلي للنهاية ثبتي بقى اللي عملتيه بغرزة كده. بعد كده بقى طلعي بقية الشرايط من الكرتونة وربطيها في بعضها. لما بقى بتتربط بتديكي شراشيب كده جميلة للمشاية اللي انت عملتيه اهو. بص، هتربطها ربطتين كده عشان تبقى ثابتة، عشان لو متربطتش كويس كل ده هيفك. بعد كده بقى ممكن بمقص تساوي بقى عشان ما يبقاش فيه واحدة طويلة وواحدة قصيرة. احلى مشاية عملتي. وما تنسوش لو عجبتكم الفكرة تحطوا لي لايك وتصلوا على النبي في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.